السلام عليكم. انا اتاخرت عليكم حبتين، وده نظرا اني كنت بمر بظرف صعب، وهو ان جدي توفى الله يرحمه. انا اتعاملت مع الموت قبل كده، يعني احنا اتعرفنا على بعض ساعة والدتي، وقرب مني في لحظة ابويا فيها كان تعبان، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، وهو دلوقتي بنتعرف من جديد. انا مش هقعد اقول لكم انا ما بخافش من الموت، والموت ده الحقيقة الوحيدة، والكلام السوفسطائي المشمئر ده ماليش فيه. على فكرة انا بخاف من الموت جدا، لايك فشخ، وخايفة على اللي بحبهم من الموت. خايفة عشان ببساطة أنا أنانية. أيوة، إحنا أغلبنا على فكرة أنانيين جدا في الحتة بتاعت موت الآخرين اللي بيمثلوا لنا حاجة مهمة في حياتنا. إحنا بس مش عارفين إحنا هنعمل إيه في الحياة، هنكمل إزاي من غير اللي بنحبهم. ده غير إني بخاف من التغيير بشكل عام، يمكن لأن أغلب التغييرات اللي حصلت لي كانت حاجات مؤلمة. يعني مش عارفة، المهم إن أنا بتعامل مع الموت بشكل عجيب. انا بضحك يا جدعان، بضحك جدا، يعني بعيط اكيد بس بيني وبين نفسي، لاني ما بحبش حد يشوفني وانا بعيط، يعني تفصيل زي ده، لكن في المطلق انا بضحك الحمد لله. ببتسم على الرغم من خوفي، وعلى الرغم من حزني، وعلى الرغم من الفراق، على الرغم من الكلام الكتير ده ببتسم. وده شيء كان بيضايقني مني جدا، لو اقعد اكلمني واقول هو انت جبله، انت قلبك حجر، الاقيني بضحك واقول هو الحزن ده له مانيوال مثلا وانا ما اعرفش؟ يعني انا مثلا ما بلبس اسود، لا لبسته على مامتي ولا هلبسه على جدي. يعني انا مش شايفه ان الاسود حتمي، يعني الشخصيات دي جميله ليه نلبس عليها اسود؟ ده بالعكس دول يستاهلوا ابهج الالوان. يعني آه. انا مثلا بقلش كتير، بقلش على طول. افتكر ان ساعة امي حصلت دراما كتير انتهت انه في العزا وانا قاعدة لقيت زرار البنطلون اللي انا لابساه وقع في حجري، اللي هو لايك انا لو قمت البنطلون ده في خبر كان، وعليه حالة هستيريا ضحك. الناس كلها بتبصلي على اساس ان انا يحيى الفخراني في فيلم كيف، انت جاي تعزي ولا جاي تهزر؟ باستغراب برضو، على اساس البت دي شكلها جننت. اما ساعة جدي والدراما الكتير برضو، لاني انا اللي دخلته الطوارئ عشان الاقي الدكتور بيسالني هو عنده كام سنه، وهو سؤال طبيعي، وللاسف انا ما كنتش عارفه اجابته، فسالت جدتي اللي ردت وقالت 80 سنه، فانا رديت قلت للدكتور 80، فرجعت هي في كلامها وقالت لا هو عنده 79. فانا رحت راح للدكتور قلت له معلش حضرتك لا مؤاخذه، هي اصلا كانت مجامله في سنه، فهو عنده 79 مش 80. فلقيت الدكتور بيضحك جدا، وهو مش قادر يداري برضو انه مستغرب من الموقف، عشان في النهاية استخلص انها الكوميديا السوداء يا اعزائي، انها الكوميديا اللي بتخفف علينا، اللي بتخلينا نعدي الايام والمواقف الصعبة، الكوميديا اللي بفضلها عرفت ناس وقفت جنبي وقت الشدة وخلتني في شدتي ببتسم، الكوميديا اللي خلتني دلوقتي برضو ارجع عشان اضحك واضحك. وعشان كده انا حابه احيي جدا الكوميديا في المطلق، واخص بالذكر الكوميديا السوداء، واهدلها اغنيه الاستاذ الفنان حسن الاسمر، متشكرين على الالم وعلى الجراح، متشكرين على اللي عدى واللي راح. وانا رايي كفايه كده بقى ونتلم. ده بقى